اهلا بحضراتكم معنا من جديد مشاهدينا الكرام مع حلقه جديده من حلقات في خدمه الشعب. النهارده هيكون حوارنا مركز عن المرور في الاسكندريه. هنعرف ايه الجديد، الاستعدادات خلال موسم الامتحانات القادم شهر مارس تقريبا انتهى، كل عام وحضراتكم بخير، وهنبدا من بدايات ابريل نصه او اخره الاستعداد لامتحانات اخر العام. وطبعا الناس كلها بتنزل والطلبه كلها بتنزل في يوم واحد، تتوجه في توقيتات واحده، بيبقى الناس كلها عايزه تروح الامتحانات بتاعتها سواء كانت جامعه او مدارس. فاكيد بيبقى في ضغط كبير على المحاور المروريه المختلفه. ايضا بدء الاستعداد لشهر رمضان، وكذلك ايضا فصل الاصطياف في اسكندريه، سواء كانت على المحاور الرئيسيه القادم من الاسكندريه والخارج منها، وايضا داخل المدينه، وخاصه في المراكز الرئيسيه زي منطقه المنشيه، محطه الرمل، وايضا منطقه ميامي وشارع خالد بن الوليد. بيشرفنا على الهواء سياده العميد عاصم عبد السلام مشرف عمليات المدينه. اهلا بيك سياده العميد. اهلا بيك. وايضا بيشرفنا الرائد ايمن بيومي رئيس قطاع شرق. اهلا بيك سياده الرائد. اهلا بحضرتك سياده العميد. يعني ايه خطتكم، ايه رؤيتكم للفتره الجايه اللي هي هتشهد بقى امتحانات وهتشهد رمضان وبدايه الاصطياف؟ وطبعا انا مش عايز اقول كلام مسترسل بيتقال في المناسبات ديت، لكن كل اللي انا هقدر اقوله لسيادتك يعني اضافه للي سعادتك قلته هو الجو ممزوج. يعني سعادتك انت بتتكلم عن ايام الامتحانات ممزوجه بشهر رمضان، الاثنين تقريبا في وقت واحد، فاحنا كده 2 في 1. انا بديك سعادتك اوبشن يعني ممكن يبقى 3 كمان. ما هو الثالث سعادتك صدفه ان برضه هيصادف يوم شم النسيم، بيقابلوا استعدادات غير عاديه لاسكندريه. بنقابل اسكندريه اطواف من السيارات الخارجه عن نطاق اقامه محافظه اسكندريه كتير جدا جدا جدا، بتعمل اعاقه في حركه المرور بشكل خطير. بس الحمد لله رب العالمين قدر استعداداتنا يعني بنمشي على كذا محور في وقان واحد بشكل واحد. اول حاجه العنصر البشري اللي تقريبا بحكم امكاناتنا بنعتمد عليها بنسبه تتجاوز 80%. عندنا يعني كم وفر من الساده الضباط، يعني بفضل الله مدربين على اعلى مستوى بالفعل من خلال الفرق المؤهلين بها للعمل في الحقل المروري. عندنا كم من الافراد سعادتك بالتوازي شغالين معانا من فتره قديمه، معاهم قدر من الخبره المروريه بحيث نشتغل بشكل خططي من خلال منظومه موجوده طبعا في مرور اسكندريه يعني اداره مرور اسكندريه مشهور عنها بقدر من الحزم والكفاءه بالخبره التاريخيه. بالتوازي بقى سعادتك بقى معنا السيد بناء على توجيهات من السيد اللواء مساعد الوزير مدير الامن بتكليف وتعليمات من السيد اللواء مدير اداره مرور اسكندريه بيتمتع بخبره غير عاديه. بننزل بشكل خططي معين بتوازع الكفاءات على محاور اسكندريه بحيث بالقدر المتاح نحقق قدر من السيوله. يعني حتى لو في كثافات عاليه يتم فيه حركه للسيارات. يعني هي دي النمط اللي احنا شغالين عليه، ان سعادتك تتحرك وتوصل. ممكن يبقى فيه قدر من الاعاقه حركه المرور، بدل ما توصل في ربع ساعه توصل في 3 ساعه وفي 25 دقيقه، بس بنحاول ما نخليهاش تتفاقم بشكل تاني. ده الكم البشري او الحجم البشري في الشغل. الحجم الآلي بقى ان احنا سعادتك بنحاول نشيل اعاقه حركه المرور بشكل فوري. طب يعني مش مشكله، يعني مش مشكله، بأسرع وقت ممكن. بنحاول سعادتك ان احنا نشيل اعاقه حركه المرور سواء من ناحيه التصادم، الحادثه، يعني اي شكل مفاجئ لاعاقه حركه المرور بنشيلها باسرع وقت ممكن كان. سعادتك بالنسبه للسرعه الفائقه اللي بينجم عنها حوادث، حملات الرادار بتتم بشكل آلي تقريبا، وبيتم التنبيه عليهم ان هم يشتغلوا في اوقات معينه لا تعيق حركه المرور. يعني هو ده اللي احنا مستعدين بيه ان شاء الله الرحمن نقابل فصل الصيف كمان بالمره، عشان يبقى دخلنا على فصل الصيف ان شاء الله. ان شاء الله. سيادة الرائد دايما رئيس قطاع شرق. قطاع شرق اللي هو ايه يعني مرتبط هو شارع وقير، شارع وقير بدايه من شارع الإقبال حتى شارع فؤاد ميدان لمومبا. تمام. لو ساعه الظهور. كويس جدا. ده المحور الرئيسي في المدينه. تمام. اكيد الشغل هو الضغط علينا بيبقى عالي، لان الكثافات جميع الكثافات بقى اللي تبقى جايه من طريق الجيش ساعات بترمي علينا بسبب طبعا الاعمال التطوير اللي بتحصل في المدينه. وبرضه
بنفضي منطقه سموحه. احنا المحور الرئيسي يعني صمام الامان بتاع منطقه سموحه وطريق الجيش. تمام. يعني حال الآن موعد رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية، وعلى السادة المقيمين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذت مصر خطوات على طريق الإصلاح. الإجراء لتعويم الجنيه
كان ضروريا. لا شك أن هناك بعض الأضرار الجانبية ولكنها أضرار مؤقتة لكي يؤتي هذا القرار آثاره الاقتصادية الممتازة. يجب أن نهتم بتطوير موارد العملة الصعبة، بزيادة الإنتاج، يجب أن نهتم بالتصدير، بجودة المنتجات، اتخاذ خطوات لتتناغم مع عملية تحرير الجنيه المصري. To float the currency, which was a milestone decision, bold move, in addition to the comprehensive reform program that's been initiated by the government, would definitely help attract foreign investors back into the market. يا مصر، بالإصلاح الجريء انطلقنا على الطريق. اهلا بحضراتكم معنا من جديد. قبل رفع اذان المغرب كنا نتحدث مع سيادة الرائد ايمن بيومي رئيس قطاع شرق في ادارة مرور الاسكندرية عن هذا القطاع، وهو ذكر ان هو بيبدأ من شارع الاقبال وحتى ميدان ساعة الظهور، يعني تقريبا اول شارع فؤاد. المحور الرئيسي الباك بون، العمود الفقري في اسكندرية الحركة المرورية كلها طبعا هو شارع ابو قير او شارع جمال عبد الناصر. سيادة الرائد مرة اخرى هذا الشارع ربما يعني هو وضعه كده 3 حارات في الذهاب و3 حارات في الاياب، ما عدا المنطقه اللي بعد كليه الهندسه عند المقابر في منطقه المراد بيوسع شويه، بيبقى 4 حارات، بيبقى 4 حارات، ويمكن المنطقه دي مفيش فيها كثافه سكانيه، فعشان كده بيبقى فيه تمام. بس هي بتبقى فيها كثافات الصبح طبعا عشان المدارس. اسكندريه كلها بتبقى متجهه ناحيه وسط المدينه ومنطقه محطه الرمل ومنطقه البنوك، فهو ده اللي بيعمل كثافات. اكبر مشكله بتقابلك ايه في المنطقه دي؟ المشاة اللي فوق جسم نفق قناة السويس. هو ده اللي هو ده اللي بيحرك المرور الصبح، هو ده اللي بيأثر علينا يعني هي بتبقى بس محتاجه ان احنا نتحكم في مرور المشاة. بيبقى الطريق عريض كمان. تمام. وعربيات جايه مسرعه، لان طبعا كل اللي جايين من المحافظات والاقاليم المجاوره بتنزل اعلى جسم النفق وبتعدي الناحيه الثانيه عشان تركب مثلا لكلياتها والمصالح بتاعتها. طيب حضرتك شايف ان ممكن الحل ده يكون ازاي؟ تعمل مثلا لو كوبري مشاة حديث يا رب بتاع سيدي جابر يشتغل. تبع مين؟ لا هي تبع المحافظه. او نفق تحت، او يعني شوف هم يتصرفوا في الموضوع ده يعني. لا ما هو في نفق قناه السويس تحت. نفق مشاة. لا هي مش عارف يعني. لا هي طبعا عشان اللي هو المنظر الجمالي اللي هو التمثال اللي هو الاغريقي ده اسكندر اكبر ده متواجد هناك، فما افتكرش ان هنقدر يتعمل كوبري هناك. بس طبعا هو طبعا يعني ست الوهاني خير طبعا مدعمنا بافراد وقوات ومعدات بحيث ان احنا نقدر نتغلب على المشكله دي. تمام. سياده العميد عاصم عبد السلام مشرف عمليات المدينه، ايه الجديد اللي يعني حققتوه في الفتره الاخيره على مستوى إدارة عمليات المرور في المدينة، وإيه اللي هيستحدث خلال الفترة اللي جاية؟ طبعا احنا يعني اللي تم انجازه او عمله في الفترة السابقة الوجيزة هنقدر نتكلم عنه حالا دلوقتي، لكن طبعا طموحاتنا للي جاي كتير يعني ممكن ما نبطلش كلام على اللي جاي يعني. انا مواطن سكندري بعيد عن اسكندرية، بحبها بعشقها. اسكندرية حد اعتقادي مدينة بائسة لن يصيبها اي مشروع قومي من اكثر من 20 سنة. اخر مشروع قومي اتعمل تقريبا كان سنة 97، كان ايام سيد الوزير السابق محافظ محمد المحبوب، هو توسعة الكورنيش. اسكندرية يعني لو بصيت لها بشكل رومانسي كمدينه تعشقها لا تصعب عليك يعني، تصعب عليك قوي، فنتمنى لها كتير، نتمنى لها كتير جدا جدا جدا. العاصمه الثانيه لجمهوريه مصر العربيه، العاصمه الاولى لجمهوريه مصر العربيه اكثر من 10 قرون.
لو حسبناها مع بعض يعني. تمام. مش عايز اكرر الكلام في الحته دي اللي تم انجازه طبعا، يعني الحمد لله. يعني ايه، بنشوف بعض المشاكل ونحط ايدينا عليها، بيتم اطلاق المشكله وطرحها السيد اللواء مدير المرور بالتنسيق مع الجهات المختصه. بيتم محاولة حلها على الأقل، حتى لو فشلنا لا قدر الله في حلها يكفينا شرف المحاولة. يعني مثلا إيه، على طريق الجيش أو الكورنيش سعادتك لمست أكتر من مرة حوادث بتحصل في أماكن متفرقة. تمام. قدرنا نلتمس معظم الحوادث بتحصل في مناطق إيه، عملنا سعادتك إشارات مشاة خاصة في هذه الأماكن اللي في الغالب كان بيتم فيها أعتقد الحوادث قلت بشكل بنسبة كويسة يعني بنسب يعني تراجعت على الأقل بنسبة تتجاوز 65%. هل فقط بتكون سلوكيات أو مشكلة سائق ولا كمان المشاة بيكون مشارك فيها؟ والله مشكلة مجتمع بقى، هي مشكلة مجتمع سعادتك. وبعدين على فكرة ما تقوليش أمية المواطن بيبقى عارف وبيعمل العكس يعني. في سبق إصرار وترصد يعني أنا سعادتك إيه لما تفاجئ مثلا عندي نفق في منطقة مصطفى فهمي الجيش في جليم اللي هو داخل 30 مثلا، مش في نفق هناك؟ تمام. ساعتك تفاجئ ان اب وام واسره اولاد بيعدوا السكه. طب عندك النفق ده انتحار جماعي. طب هتقول له ايه؟ هتقول له لا، هتقول له المفروض هتنزل ايه عقاب. تمام. قائد المركبه المفروض ساعتك هو سايق يخلي باله ان في ناس هتعدي السكه بشكل خطا، وهو مش عشان اخطا اموته، انت فاهمني؟ لا، فهي يعني هو خطا متبادل يعني. على قد ما تبقى موجود بتقوم بدور الارشاد، بس يعني هو دور حيادي لان مفيش عقاب لده لا او لده. اخد حضرتك هو الثاني مثلا بيسوق بسرعه زياده شويه، بس هي مش مخالفه للقانون يعني سرعته 50-60 كيلو. اخد حضرتك هو مش مخالف للقانون، لكن هو مخالف للروح، هيزيقها لو خبط واحد. تمام. وهو ياخد الدوران مثلا. والتاني اللي بيعدي بيعبر المشاة، يعني حرام تعبر السكه بالشكل ده ومعاك اسرتك حتى. يعني لو واحد نجا التاني هيصاب يعني على ذكر هذا الموضوع احنا برضو بنناشد محافظه الاسكندريه مناشده تصل الى درجه الطلب من فضل حضراتكم كوبري المشاة الكهربائي لسيدي جابر. يعني مش عارفين حكايته ايه في الحقيقه، اكتر مره اتكلمنا في هذا الموضوع. يعني مش هقول بقى مظهر حضاري مش مظهر حضاري. اول حاجه ده كان بيعمل انسياب كبير جدا في الحركه المروريه هناك، وبيمنع حوادث وبيمنع مشاكل بين الناس المشاة وبين السيارات، وكانت الناس بتطلع فيه كنوع من الفسحه، والاطفال بيحبوا يطلعوا على السلم الكهربائي، وكبار السن ايضا كانوا بيستقلوه، وكان شيء حضاري جدا وشيء رائع. ايه اللي موقفه بهذا الشكل بقاله سنين طويله؟ احنا مش عارفين. نطلب من المحافظه يا ريت تشوفوا لنا موضوع السلم الكهربائي اللي موجود في سيدي جابر. فإن ده اصل من اصول المدينه اللي اتصرف عليه فلوس بالملايين، ما ينفعش تفضل معطله بهذا الشكل عشان سبب احنا مش عارفينه. اطلعوا لنا عطلان بسبب الفلاني. طيب سياده الرائد ايمن، جزء من شارع ابو قير النهارده يمكن قلنا 3 حارات و4 حارات. تمام. في وقت كثافات بتبقى شديده جدا في توقيتات في الذهاب وفي الاياب، ويبقى الطريق الاخر فاضي واسع. النهارده الجزيره الخرسانيه اللي اتعملت في الوسط واتثبتت في الشوارع. تمام. النهارده دي اكيد بتبقى خانقه الحركه، يعني دي اكيد ممكن بالنسبه لكم تدي لك حاله من المرور انك تقدر تاخد حاره من المقابل وتوسع بيها شويه تعمل حاله انفراد. هقول لحضرتك دي سببها ايه؟ هي دي سببها سلوكيات الناس اللي بتعدي من اي مكان. لان يعني استغرب جدا لما ابقى انا واقف في مكان واليوتيرن مثلا قدام الشخص مثلا بعديه بحوالي 10-15 متر، والاقي واحد عايز يعدي الجزيره. هقول له طب يعني انت عايز تعدي ليه؟ طيب ما انت قدامك. يقول لي معلش اصل لسه هروح هناك. طب يعني تمام. طب ده اتصرف معاه ازاي؟ طيب عشان كده اتعملت. للاسف يعني للاسف هي لو احنا فعلا سلوكياتنا كانت كويسه احنا نفسنا هنستريح. يعني الناس تعاوننا ويعني نحسن شويه يعني ساعات اشاره كيلوباترا بتبقى واخده العربيات لحد تقريبا الابراهيميه. تمام. يعني داخلين في حوالي كيلو تقريبا يعني او كيلو الا يعني. تمام. طيب النهارده ما اجي عند فتحه نادي سبورتنج يبقى نازل في اتجاه سيدي جابر، انتوا كمرور تنسقوها يعني. يدخل في حاره واحده في المقابل ويلم تاني هناك من عند بنعملها في اوقات الذروه.
في اوقات الذروه احنا بنعمل كده في منطقه مثلا زي من شعراوي للإقبال، ساعات عن شارع مرتضى ومنطقه جناكليز بنعملها. زي شارع المعسكر الروماني داخل على سوريا، واخد الطريق كله، تمام، فبيعمل انسياب شديد جدا. يعني في اوقات الذروه بس هي هي اللي بنقدر نعملها. واظن ان المواطنين والمواطن السكندري بيبقى لامس القصه دي، والناس برضه بدات تتعود، لان احنا يعتبر المدينه الوحيده اللي فيها الاشارات العربيات بتخش على بعضيها. يعني ما فيش نقاط تقاطع، يعني مثلا زي اشاره ابراهيم الشريف دي برضو اللي هي عند مدرسه عبد الله النديم، على مدرسه عبد الله النديم، دي بقت صعبه جدا. ما هي صعبه دي نقطه محور اساسي للي خارج من سموحه واللي راح على سيدي جابر واللي جاي من منطقه جناكليز وكفر عبده اتجاه سيدي جابر، وبرضه اللي جاي من سيدي جابر. فيعني دي النقطه دي نقطه ما هي شديده، دي يعتبر سره المدينه. هي ويليها بقى اللي هي اشاره المعسكر الروماني وشارع سوريا. هي المنظومه كلها مرتبطه ببعضيها. طبعا لو في اي شيء اختل بتاثر على جميع المناطق اللي في اسكندريه. تمام. ذكر كلامك بس قبل ما ننتقل للنقطه ديت، يعني عشان تعرف برضو ان احنا معاك على نفس النسق، وتعرف برضو ان رجال المرور مدربين لاعلى مستوى. بنعمل ساعتك النقطه بتتكلم عنها دي، ساعات بتوصل الكثافات جايه من سيدي جابر اتجاهنا كده عند عبد الله النديم اللي هي ابراهيم الشريف مع الحريه، توصل 1 كيلومتر كتير. طب هنعمل ايه؟ هو اشتغلنا بالنسق العادي والوقت الزمني هتاخد ساعتين 3، فبنتصرف يعني قيل في الحكم القديمه الحاجه شده الاختراع يعني. فبنخترع، هنعمل ايه يعني؟ بس بتخترع على الادوات المسموح لك بيها يعني. فمثلا مثلا بيتم التنسيق مع ايمن بيه مثلا، يقف لي سعادتك عند سوريا او كفر عبده. تمام. الجزيره الخرسانيه اللي بتتكلم عنها ما بتبقاش حائق قوي، لان سعادتك بالتنسيق اللاسلكي مع ايمن بيه يمنع العربيات اللي جايه من اتجاه الوزاره، يمنعها تماما. تمام. بوقف خدمات مروريه سيد الضباط وسيد الافراد في النواحي اللي ممكن تنبثق منها سيارات فرعيه، بحيث اقفل تماما. الحمد لله بنعملها بشكل جيد قوي قوي قوي. ونسحب ساعتك كل الطريق اللي جاي من سيدي جابر 4 حارات بقى كله بقى، زي ما انت ساعتك بتقول مثلا 3 محاور وكده، لا بجيب كله 4 حارات لوقت زمني معين، بفضي الكثافات على الاقل بنسبه تجاوز 90%. بفضل الله بنعمل الخطا بس بلا اي حادثه، يعني الحمد لله رب العالمين. لان برضه انا مش عشان بشيلك السكه اعمل حادثه افضل انا غضبان عليها طول عمري بسببي. فبتتم يعني انا بديك ابسط مثل على صدق كلامي ان معاك رجاله مرور مدربين فعلا والله على اعلى مستوى، مش عشان احنا غابزه، لا 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 لا، علشان احنا وقعنا تحت شق الحاجه، يعني الحاجه شق الاختراع، فبنخترع بالادوات اللي موجوده معانا. تصديق لكلامك كمان سيادة الرجل في نقطه بعد اذن حضرتك يعني. لا يا فندم، العفو. يا ريت يبقى في نوع من المراجعه على الجزيره الخرسانيه، لان في بعض القطع من هذه الجزيره في بعض الاماكن وليكن تقريبا عند كيلوباترا او والمسافه ما بين مصطفى كامل لسيدي جابر بيبقى طالعه بره، طالعه مع الحاره الثالثه. تمام. فدي ممكن مع واحد جاي مش شايفها او مع حد زنق عليه ولا حاجه هتبقى كارثه. دي بتبقى سببها مثلا عربيات مثلا خبطت فيها بالليل بعد مثلا الساعه 1 او كده. بس احنا طبعا اثناء مرورنا اول لما نشوف القصه دي بنحاول نتصرف في اي كلارك بيتم استعداده على طول. ما بنحاولش ازاي ده بيبقى ده في عمود خرسانه ده بقى بيبقى نتيجه بتاع عربيات بالليل. مثلا واحد مثلا سهران، واحد مش واخد باله فبيخبط في الحوادث. يا ريت دي مهمه قوي وبتبقى خطر. احنا على طول في الحالات دي ما بنتاخرش يعني. تمام. وما ينفعش نتاخر كمان، ده واجبنا برضه يعني. تمام. سياده العميد عاصم، النهارده جزء مهم قوي، انت راجل بتنظم حركه بشر وحركه سيارات، لكن لازم يتسلم لك محور. النهارده لما يبقى المحور سفلته مش كويسه، ان في عليه اشغالات قمامه وعمليات رفع القمامه الساعه 8 بالليل، لما تبقى عليه مقاهي محتليه، ارصفه محتليه شوارع، لما يبقى في اتربه في الشوارع، اشياء كتير جدا. طب النهارده التنسيق بيتم بينكم ازاي وبين بقيه الادارات؟ النهارده شايفين اداره المرافق يعني شالت شارع باكوس السوق وشارع مصطفى كامل والساعه. قد ايه الحاجات دي ساعدتكم
وفي نفس الوقت عايزين الموضوع ده يبقى مستمر، والتنسيق اللي بينكم بقى وبين الطرق والكباري، اللي بينكم وبين الاداره العامه للنظافه، بينكم وبين شركه النظافه، بحيث توقيتات رفع القمامه ما بيبقاش في التوقيتات، خاصه احنا بنشيل القمامه عندنا بلودر يعني، عمرنا ما شفناها، بس المهم يا ربنا يسهل. تعليق حضرتك. كلام سعادتك طبعا سليم يعني. انا مش عايز اعمل حضرتك كل الهم وهي مش عندك. لا هو طبعا احنا مقدرين ده يعني. اي حاجه في الدنيا يا باشا هي تضافر جهود اكيد لابد، والحمد لله فعلا في تنسيق على مستوى عالي يعني. الحمد لله السيد الوزير المحافظ متعاون بشكل خطير صراحه معانا مع اداره مرور اسكندريه. ايضا السيد اللواء مساعد الوزير مدير الامن بيدي توجيهات وتعليمات بشكل مشدد ويتم تنفيذ توجيهاته على اكمل وجه. تصديقا لكلامك، طيب انا دلوقتي سعادتك انا ماشي في شارع بكوس، سعادتك ورايا ماشي في شارع بكوس، السرعه التجاريه للسياره 2 كيلو في الساعه 3 كيلو في الساعه، مفيش. لما عن طريق المرافق والتنسيق مع المرافق تمام ان يزيلوا هذه السوق، الحركه بقت ماشيه في شارع مسافر كمان 4 حارات مش 3 حارات كمان، تمام ولا لا؟ فالسرعه التجاريه زادت ل 40 و50 كيلو في الساعه من 2 كيلو، اضعاف مضاعفه. انا عايز بس تشوف النسبه الزمنيه، تمام ولا لا؟ طب هم دول 7 دقايق، هم دول اتشالوا. السوق ده اتشال لوحده؟ لا ده شغل مرافق تنسيق. لا تمام، كان مع المحافظه تمام كذا 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 كذا. كان يعني سيد اللواء مساعد الوزير مدير الامن في فتره وجيزه حملات مكبره، والحمله كان نازل فيها مرافق، نازل فيها مرور، نازل فيها ملاحظ، نازل فيها جميع اطياف المديريه، الجهات الامنيه الشرطيه نزلت على الاطلاق على قلب رجل واحد، وتم انجاز العمل بشكل خطير وتم متابعته. ودي صراحه يعني شق جميل جدا من سيد مدير الامن. سيادتك طبعا اللي هو ايه لازم المتابعه، بحيث هي انت عارف ساعتك هنمشي من هنا دي هترجع تاني، لا كان في متابعه لحد دلوقتي ما رجعتش الحمد لله. اثناء مرورنا بقى بنلاقي حاجات ايه شاذه صغيره يتم التعامل معاها باستمرار. طريق خلف المطار، الطريق ده لما يعاد تاهيله مع اعاده انارته اكيد هيسحب كتير جدا مع طريق المطار. اكيد طريق المطار اللي هو 7 كيلو اللي هو دائري. بص بقى ساعتك طبعا الطريق دائري ده برضه السيد الوزير المحافظ السابق والحالي اتصرف عليه مبالغ طائله، مش عايز اذكر المبلغ تحديدا مش مراودني في ذهني دلوقتي، بس مبالغ طائله لترميم واصلاح هذا الطريق وتوسيعه ايضا. هيفرق معايا كتير. ليه بقى هيفرق كتير سعادتك الطريق ده؟ اقول لسعادتك هو زي ما تقول هي حسبه علميه بسيطه برضه بدون اطاله، ان سعادتك وانت جاي من باب شرق بعربيتك، نقول مثلا لو انت هتعدي فتره زمنيه مثلا الظهر مثلا من الساعه 12 للساعه 5 المغرب هيعدي نقول 100,000 سياره، تمام؟ نسبه كام من 100,000 سياره رايحين مناطق سيدي بشر والعصافره والمنظره وابو قير؟ كتير. هتجاوز ونخمن مع بعض، يعني مفيش نسبه واقعيه، نقول مثلا 30%. لكن فيها المصطفين هيبقوا جايين؟ نقول لا خلينا في مقيم اهل تمام 30%. نقول 30%. نقول 30% تعمل معايا 300,000 سياره. تخيل بقى طريق الحريه وطريق الجيش نزعت منهم 300,000 سياره ومشوا عن طريق المحور ده. رائع. بس هي دي الفكره كلها، محور بديل، محور هام ان شاء الله الرحمن بعد عليه كتير وكان كويس قوي. لا وبعد انتهائه باذن الله سيعاد تخطيطه يعني يضاف ليه كم غير عادي من الخدمات بحيث يظل على هذا المستوى بالتنسيق مع سيد اللواء مدير مرور اسكندريه، بحيث يفضل على هذا المستوى ويبقى قاطب لسيادتك، بدل ما تمشي ساعتك تلاقي حريه تلاقي الجيش لا انا اسلي. وانا فعلا من ضمن الناس اللي من حوالي اكثر من 7 سنين كنت ماشي في الطريق ده اخر حضرتك، فكلنا هنمشي منه هتلاقي المنظور ده ملموس بالنسبه لك في الايام اللي جايه على طريق الجيش وعلى طريق الحريه. ومهم قوي برضو نضع في ذهننا في هذا المحور المشاة، لان الطريق الجانب الايمن اصبح كله سكن، ما عادش زراعه، اصبح ناس ساكنه واصبح بيوت وفلل وبقى كل المناطق دي ومديريه التعليم بقت هناك، وفي انتقال ما بين المدارس ما بين اليمين والشمال للطريق، لازم يبقى في برضو رؤيه لعبور المشاة هتتم ازاي. هو طبعا كلامك صح، لان قلت لك هيتم التخطيط ليه مروريا لسه يعني لما يبدا في الاول لا لما يبدا في الاول، لكن بصفه عامه برضو معظم حركه المشاة فيها بالسياره، يعني حتى قاطين الناس اللي ساكنه هناك بيتحركوا بسيارتهم،
لان هم قاتلين اصحاب فيلل وكده، فبيسكنوا يعني المستوى الاجتماعي متوسط عالي، فبيتحرك بسيارته مش بينتقل من حته لحته. كل الناس اللي ادارات التربيه والتعليم برضه بيتحركوا بسياراتهم ان كان موظفين او بالوسيله الجماعيه، كانت مثلا 28 دقيقه ميني باص او كده. هو حتى الان طريق حر برضه ساعات، هو طريق حر، ده طريق حر واليوتيوبات بتاعته حر، لكن حته المشاة دي طبعا قعدت تخطيطه لسه يعني ما فيش مشاكل، بس هو خلاص يعملوا انفاق، يعملوا كباري، يعني اي شكل من الاشكال. اكيد تمام. طيب احنا معانا اعتقد مجموعه من اللقطات ساعتك نتابعها على الشاشه دي، اعتقد هوناش دي اثناء الحملات المروريه اللي بنقوم بيها بناء عن تعليمات السيد اللواء مساعد وزير مدير الامن وتحت اشراف السيد اللواء هاني خير بنفسه سعادتك. وسيادته بيقف معانا يعني معانا في الحملات، وساعات بيسحب بنفسه الرخص. ساعتك بيتم الكشف على التراخيص بنفسه، ومعانا برضو السيد. طب لما يعني هاني بيسحب الرخص هتصل بمين بقى عشان يجيب الرخص؟ لا هو طبعا ساعتك برضو عشان الحملات دي يعني امانه ربنا برضو يعني السيد اللواء مدير الاداره بتيجي شكاوي من مناطق معينه، وتبقى الشكاوي يعني بيسيبها قدر للصواب. تمام. وفي بعض مبالغ فيه، يعني انا بس احنا ما شفناش خدمه مروريه بقالنا يعني مفيش مشاكل، هو يعني عشمان في الخدمه المروريه فهنجيبها له مفيش مشاكل. تمام. بيسيبها قدر المشاكل. صراحه بيتم توجيه حملات زي ما انت شايف عن سيادتك في اماكن مختلفه، يعني مثلا المنطقه اللي فاتت دي كانت منطقه وينجا مع مصطفى كامل. في حملات سعادتك في منطقه العوايد، في سعادتك حملات في عزب السعد، يعني ميدان الجوايه. كل دي اماكن متفرقه مش نفس المكان سعادتك. خد بالك لو تدقق في الصوره مش هتلاقي نفس المكان للحمل. اماكن حملات البطاشه اليانوفيل 21 غرب. اي شكوى صراحه يعني السيد المدير بيبقى سريع الاستجابه على طول. يا فلان كون لي حمله من كذا وكذا وكذا كذا في الوقت الفلاني الوقت الفلاني، تبقى صباحيه بتبقى مسائيه لو خدت بالك، ساعات صوره نهاريه وساعات صوره ليليه. يعني استجابه لرغبات المواطنين في تحقيق قدر من شكواهم. يعني على ذكر الاتصالات التليفونيه وده واقع احنا عايشين، احنا واقع اجتماعي كلنا موجودين بيه. حجمها زي ما هي سياده الرائد ولا قلت؟ توقف حد فنرفع سماعه التليفون ونتكلم يقول لك يعني في حد عايزك والكلام كده؟ لا ما قلت كتير طبعا. قلت كتير لان برضو احنا بتوزع علينا برضو اجهزه اللي هي البي دي اي دي. ان اول ما بتسحب الرخصه بتسمع على السيرفر بتاع النيابه على طول، فما نقدرش نتحكم فيها، او ما اقدرش ان انا ارجع الرخصه تاني. خلاص بتبقى خلاص نفذ سبق السيف وحزن. تمام. فده لان عارف اصل دي برضه نقطه مهمه قوي. يعني كلنا متعرضين نرتكب اخطاء مروريه. تمام. فلما الاقي ان في واحد لسبب ما يعني تم تجاوزه او تم اعفائه من مخالفه، انا كمواطن عادي وانا مرتكب المخالفه، انا ما بقولش مش مرتكب يعني، هشعر بشعور مش جيد على الاطلاق. لا طبعا فكره المساواه اللي ارتكب الخطا المروري يتم بالفعل توقيع العقوبه عليه بصرف النظر عن اي حاجه تماما، ده عنصر مهم قوي في تثبيت فكره المواطن عندنا. ومين قال لحضرتك ان هو برضه حتى لو رجعت الرخصه ممكن ان انا ان حق الدوله او الحق يعني حقي في ان انا اخد مخالفه للمخالف. لا هو حضرتك ممكن ارجع له الرخصه، بس بثبت بياناته، وبيتم برضو ارسالها اوتوماتيك من على الجهاز اللي في ايدينا، بيطلع على السيرفر بيسمع على طول في سيرفر النيابه. تمام. مش ما بيجيليش خالص يعني حتى خلاص. تمام. المخالفات كلنا بقينا هو تصديق الكلام ايمن بيه طبعا. يعني كلام مظبوط 100%. يعني انا بس يعني ايه بعقب حته صغيره. طبعا حته ترجيع الرخصه دي مش موجوده دلوقتي خالص على الاطلاق، واتحدى فيها يعني على الاطلاق مش موجود يعني. لكن لو ساعتك بتتكلم عن فيما سبق، كلام ايمن بيه مظبوط ساعتك. هو الاصل في المخالفه مش سحب الرخصه، اصل في المخالفه النموذج 125 اللي بيروح النيابه اللي بيخالفك عليه كده كده ده رايح. ساعتك فلان الفلاني هيروح، ساعتك علان هيرجع لك الرخصه بس فالمخالفه اوريدي حررت. وانت من كده هتلاقي المخالفه بتاعتك ده في مسابقه في خلاص خلص الموضوع على كده. كل الدنيا مراقبه بالكاميرات زي ما ساعتك عارف، الدنيا كلها الظابط عارف المتراقب، الظابط هو بيرجع لي الرخصه. عاصم بيه تعمل 100,000 واحد هيصوره. خلاص الموضوع مش في ايدي. ما هو برضه انا مش هجاملك على حساب نفسي او على حساب مصلحتي او على حساب العمل.
وبقينا بناخد. فالموضوع ده بقى شبه منتهي تماما على الاطلاق يعني. كويس. والكلام ده مش الاستهلاك الارهابي، لا خالص خالص، نجرب ونشوف لا هو التكنولوجيا ونصور بالاساليب خلاص. وزي ما قال لك البديهه ده خلاص يعني، بتاخد رصيد سعادتك عامل زي مثلا اكنك شاري حاجه من كارفور كده، رصيد تك تك يلا بينا اتفضل مخالفتك، المخالفه بالميعاد بالصوره بالوقت بالقيمه. يعني حتى انا ماليش دخل، تقول لي يا فندم طب انا هدفع 500 جنيه، طب انا ماليش دعوه، ده هي قيمه طالعه ماليش دعوه، يا رب يدوك مكافاه عليها. انت فاهم ساعتك في الموضوع ده فعلا الكل سواسيه امام القانون. على الجانب الاخر برضو احنا يعني بنلتمس برضو يعني روح القانون. يعني احنا برضو كاستاذ مساعد الوزير مدير الامن اجتمع بجميع الادارات كلنا على حده. وبالنسبه احنا لاداره المرور نبه يعني بشدة مراعاة الحالات الإنسانية والحالات اللي هي يعني طبعا لازم الواحد يبقى في روح قانون، نقدر برضو المستوى المعيشي، حالة الغلاء اللي موجودة برضو في المجتمع دلوقتي. طبعا ما عندناش استثناءات الحمد لله، بس هو يعني حتى لو في مثلا جهات معينة لا بيتم برضو التعامل معها في اطار القانون وبدون تجاوز. تمام، جميل جدا. سياده العميد، ايضا من ضمن الحاجات اللي ربما بتقلق بعض الناس فكره العلامات اللي على السيارات، علامات لجهات، علامات لاعضاء مجالس وهكذا. بعض المشاهدات لبعض الناس بتقول ان ساعات لما واحد حاطط هذا الشعار وممكن تبقى العربيه دي هو مالكها هو مش لا يحمل هذه الصفه، صفه الشعار اللي محطوط. ومن ثم ساعات برضو احنا بشر، ممكن مش هقول الضابط لكن ممكن فرد المرور اللي موجود فهيشوف الشعار وهيشوف هيئه العربيه، فيعني ممكن يحصل اي امر من الامور. النهارده ازاي نقدر نضبط عن موضوع الشعارات والعلامات للجهات والوظائف اللي موجوده على العربيات، بحيث بالفعل يبقى اللي عربيته تحمل جهه معينه او شخص او وظيفه معينه بالفعل هي كده، ما يبقاش واحد اشترى منه العربيه او واحد جاب ستيكر وحطه على الازاز وكل هذه الامور. تمام. سعادتك برضو الموضوع ده ليه طريقين ماشيين على نفس التوازي. اول حاجه ان انت حاطط بادج معين لجهه معينه تنتمي ليها، الموضوع ده ما بيخوفنيش لانه استهلك تماما. الموضوع ده بيتحط في الستينات والسبعينات، فتقريبا الشخص ذو الصفه ما بيعملهاش، فاللي بيعملها دايما واحد منتحل الصفه. فدي بالخبره المروريه لاولادنا اللي موجوده في الشارع خلاص انتفت، يعني ما بيتخضش، هو بيشتغل عليها وبيشتغل على المخالفه دي، ده هيسيب عربيته يشتغل عليها. خلي حضرتك انت ايه ده بصفه عامه. طب الشق الثاني بقى سعادتك اللوحه، وفي قانون المرور ان شاء الله الرحمن اللي هيطبق في وقت قريب جديد، اللوحه دي حاجه مقدسه ممنوع المساس بيها، لا تحط بادج ولا تشيل حاجه منها، حاجه مقدسه على الاطلاق. وهتشوف صدى ده في القانون المرور الجديد، يعني ما اعرفش هينفذ امتى يعني. لكن سعادتك طيب سعادتك خالفت هذا التقديس وحطيت بادج معين لجهه معينه، قوي على عيني وعلى يعني. انت متخيل ان بسيبها؟ انا ما بسيبوش، انا زورتها ببعتها للجهه المسؤوله عنده، دي جهه مسؤوله عنده، بقول له والله فلان الفلاني، لان هو الجهه بتطالبه ان هو ما يبقاش مميز، الجهه بتاعته ايا كان بتطالب بعدم التمييز. تمام. فلما بعتها للجهه المسؤوله اللي بتحاسبه بيتحاسب، بس انت كمواطن ما بتقدرش تشوف ده بشكل فوري. اخر حضرتك يعني انت ايه، بس نحب نوضحه لان المواطن بيشوف ده راي العين فبيأثر فيه تأثير مش كويس. طبعا انا عايز اعرف المواطن بيتحاسب، هذا الشخص بيتحاسب وبيتشال هذه العلامه وبيتحاسب. ده انا عايز اقول لك يكاد يكون بيتقلب من الجهه اللي فيها، فعلا بيتحاسب حساب شديد من الجهه بتاعته، بس انت ما بتشوفش الحساب ده دلوقتي، لان عقبال ما بيتم ارسال الصوره للجهه والجهه تاخده وتحقق معاه ايا كانت هذه الجهه، خد مثلا مثلا اسبوعين ثلاثه، انت ما بتشوفش الحساب، انت بتشوف المخالفه. تمام. يعني ساعتك انت شفت ظابط ماشي عكس اتجاه، تمام ولا لا؟ الظباط كلها تمشي عكس اتجاه، ماشي، ما هو بيتحاسب يعني. فانت شفت المخالفه بس ما شفتش حسابه، وحسابه يكاد يكون عسير. ليه اصلا نحط فكره البادجات على العربيات؟ يعني ايه هدف؟ ده بيبقى بقى يعني انا داخل انا على ده بقى حاجه نفسيه تبقى عند الشخص نفسه. يعني انا بحب استعرض ان انا فلاني او ان انا، واغلب الناس يعني اغلب الهيئات دلوقتي بصراحه ما عادش حد بيتصرف هذا التصرف.
وبعدين من اكتر العقوبات اللي مغلظ عليها القانون هي اي حاجه تمس اللوحات، يعني اي حاجه بالنسبه للوحات او تحط البريفريز، اي حاجه بالنسبه للوحات فيها وقف 6 شهور للرخصه. فده من ضمن الحاجات اللي فعلا مغلظها او المخالفات اللي مغلظها القانون. تمام. سياده العميد عاصم، يعني ماذا عن تطوير وحدات المرور؟ من ناحيه ايه يا شاء الله؟ من ناحيه الخدمات، من ناحيه الميكنه. النهارده يعني الناس استخدمت خدمه فوري وبتقول انه بالفعل خدمه جيده واثنوا عليها تماما، لكن لسه برضو من روح المكاتب ليه يعني شايفين يبقى في العدادات اللي هي الرقميه اللي بتتحط في المكاتب دي زي فكره البنوك، وفي تسهيل حصل عن الاول، لكن برضو ما زال في درجه ما من الارهاق للناس. ما اعرفش، يمكن الموظفين محتاجين يزيدوا شويه، اللي هم على الشبابيك، هم طبعا محافظه احنا عارفين مش تبعكم، ممكن لوائح العمل الداخليه تتغير، ما اعرفش يعني حضرتك شايف ايه في هذا الامر؟ هو معليك برضو يعني هو المواطن سعادتك يكون ان هو يعني بدل ما ياخد وقت معين قبل كده هو في مثلا تجديد اجراء قانوني خاص بيه، ان كان مثلا سياره او تجديد رخصه السياره او تجديد رخصه القياده، فلو كان بياخد مثلا وقت 10 دقايق، لا هو دلوقتي بقى 3 دقايق 4 دقايق. احنا لا هو قبل كده كنا بناخد 3 ساعات، دلوقتي مثلا بناخد ساعه، بناخد ساعه الا ربع. فيعني كويس، يعني لازم هنوصل ساعتك لربع ساعه ولا 3 ساعات، هنوصل لها تماما يعني. اصل هو يعني ما هو لازم يوصل لكده، بس يعني هي فعلا يعني هنعمل ايه مع بعض؟ اصل قضيتنا احنا الاثنين مع بعض يعني. أيوة. ازاي نوصل لده؟ محتاج ايه وانا اقدر اساعدك بايه كقائد سياره او لا هو بالنسبه لقائد السياره مش محتاج منه حاجه، بس ان هو يستوفي ورقه اخد حضرتك انت، مش اكتر من كده، ولا اسهله اجراءات ورقه من خلال الموظفين واجراءات العمل اخد حضرتك انت. يعني في كذا مقترح، الخطوات الكتيره بتعمل مثلا بدل ما هم 6 خطوات يبقوا خطوتين يبقوا 3 اخد حضرتك انت. جيت مثلا ايه نفترض مثلا ساعتك عايز تطلع اشاده مخالفات، فبتاخد وقت معين من الجهه دي رايحه لهنا فبتاخد مثلا ممكن لوحدها تاخد 3 ساعة. لا احنا بيتم التنسيق بحيث تاخد 5-7 دقائق. ده يعني لسه في مقترح ان اشاده المخالفات هي هتيجي عن طريق تليفون اخد بحضرتك، ده مقترح. مقترح تاني سعادتك بالنسبه للضابط اللي واقف من الحملات والمواطن اللي بيشتكي من سوء معامله معينه او تجاوز من بعض القله، او سيد الضابط بيشتكي من سوء معامله الجمهور دي بقى ساعتها خلاص الموضوع ده شبه هيتقضى عليه تماما على الاطلاق، لان خلاص السيد الضابط هينزل الشرحمان في خلال وقت معين عن طريق السيد اللي هو مدير الاداره بكاميرا تمام، هتبقى معاه طول 9 ساعات او 10 ساعات لها صوره كده سعادتك، وهيشتغل عليها سعادتك. ليك حق اتفضل، سيد الضابط ليه حق يتفضل، انت مواطن وهو مواطن، انا بنفذ القانون وسعادتك تحت طائله القانون ليك حق تاخده، ليك محقوق عليك بشيء هاخده منك من خلال القانون. دي سعادتك هتوفر يعني هتغير شكل المول بشكل شبيه سعادتك بقى، هتزيل قدر كبير جدا من الشكاوي اللي انت كنت بتشتكي منها. هو تعقيبا برضه على كلام سيادة العميد عاصم عبد السلام، هو فعلا تم تطوير العمل بالوحدات. يعني حضرتك دلوقتي لو نزلت وحده مرور ابيس هتلاقي في اختلاف تام، في طفره، وفي وحده مرور تصم يعني الدكتور عبد الله الصراحه يعني قام بدور عالي جدا. يعني حضرتك دلوقتي تشوف الوحده لا حاجه يعني مش هنقول 7 نجوم هم 5 بس، قام مدهان المبنى بالكامل، زود عدد الموظفين. طبعا المحافظه برضو مادت اداره المرور بعدد لا باس به من الموظفين. طيب احنا للاسف وقتنا انتهى والتتر المفروض ينزل دلوقتي. احنا في سعدنا جدا بوجودكم معانا وبالحديث الطيب كان مع حضراتكم سياده العميد عاصم عبد السلام مشرف عمليات المدينه في اداره المرور، وسياده الرائد ايمن بيومي رئيس قطاع شرق. شكرا جدا لحضراتكم وشرفتونا ونورتونا. احنا اتشرفنا بسيادتكم وارجو ان احنا ما نكونوش ضيوف طوال على لا ابدا يا فندم، وارجو ان احنا نكونوا يعني
بصينا كده لنبره خير كده وسعاده ونور للمواطنين ان شاء الله الرحمن باذن الله، وتبقى صلاه عندهم ان شاء الله. اذا كان رجال المرور بينفذوا اللوائح والقوانين وبيحاولوا قدر ما هو متاح من امكانيات بشريه وماديه وفنيه في ايديهم ان هم يسيروا الحركه المروريه، لكن احنا برضو كمستخدمي طريق كراكبي او قائدي سيارات وايضا كمشاة لنا مسؤوليه معاهم في تيسير الحركه المروريه، على الاقل باتباع التعليمات المروريه اللي تكون بالفعل موجوده. وقبل ما نختم، كل التحيه وكل التقدير لكل رجال المرور، ونخص كل جندي وكل فرد، وايضا الساده الضباط، الناس اللي واقفه في الشوارع في اوقات صعبه جدا. نشكرهم جدا، نشكر حضراتكم على هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.